أيضا أثبتوا أن الحسين لم يرضع من ثدي أمه، إنما رضع من أبهام النبي صلى الله عليه وسلم. إبهام النبي صلى الله كان عليه وسلم. النبي بقى أصبح مرضع، هو كمان أصبح النبي الآن مرضع زي عمه، طلع العم. أين؟ أعوذ بالله طيب. من غضب. هذا الكلام لا يقال أبدا على النبي. طيب. ولا يعني جوزوا هو أشرف وأكرم لأجل لا تأخذ منا هذه الحلقة. هنا الكنغر زعلان وما قابل ان الامام الحسين منه السلام يرضع من ابهام رسول الله صلى الله عليه واله، ويستصعب الوضع ويقول ما هكذا يكون، هذا افتراءات الشيعة، كيف يكون لديهم الشيعة الرضاع؟ من افضل عند الله عز وجل، موسى النبي ام محمد النبي؟ تعال يا شيخ ايها الكنغر، في كتبكم سترى ان موسى النبي عليه السلام يرضع من ابهام. تعالوا إلى كتاب من أبرز كتب أهل السنة والجماعة، كتاب اسمه تاريخ دمشق لابن عساكر، الجزء 61 الصفحة 22. ماذا يقول حول موسى النبي لما ألقي في البحر؟ وقد جعل الله رزقه في البحر في إبهامه، وإذا إبهامه فيه يمصه لبنا. يلا يا شيخ تعال كفر ابن عساكر عالم من علمائك، ماذا تقول يا شيخ؟ الفرار الفرار؟ حضرة الكنغر منزعج لأن الإمام الحسين يرضع من إبهام رسول الله. يلا أيها الكنغر الشيخ، أنت فتحت عليك جبهة، تعال اجلد أمك عائشة اللي تسميها أم المؤمنين، شلون كانت تدخل زلم يرضعون بيها من أصح كتبكم، ورجال مشوربة واحدهم عمره 20 سنة واحد 25 سنة يرضعون بعائشة. تعالوا وياي وراح تشوفون الطامة الكبرى والقنبلة النووية. تعالوا كتاب خاص لرضاعة الكبير من أصح كتب أهل السنة والجماعة، كتاب اسمه صحيح مسلم، رقم الحديث 1453. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة، أم سلمة تقول لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع. الغلام الأيفع تعرفون ايش قد عمره؟ يعني 19 عشرينات، وروح أهلي بعد الحيل هذا يجلب الذي ما أحب أن يدخل علي. أم سلمة ما تحب يدخل هذا الغلام، فقالت عائشة أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ ما تتأسي؟ قالت إن امرأة، عائشة تقول إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة، يعني أبي حذيفة ما يقبل لأن هذا رجل ويدخل علي الخادم مالته، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل عليك. يعني عائشة تتأسف هذا الموضوع وتضع علما للغلام الأيفع. كالروح يا عمرية. يعني الوقت الست لما ترضى ابنها ترضى حد كبير تاني؟ استغفر الله العظيم يا رب. مو بس هذه الطامة، تعالوا بعد شنو يعترفون، والحديث في صحيح مسلم اللي ذكرناه قبل قليل وغيره، وفي الموطئ والمسند مسند أحمد من أئمتهم هذا، وسنن أبي داود، إن عائشة كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. والحديث طويل وفيه فوائد وهو صحيح، يعني مو بس الزلم يرضعون بيه، لا، بل إنها تشجع النساء أخواتها وبنات أخواتها إذا رغبن برجل داخل عليهن للبيت خلي يرضع عنه ماكو مشكلة، يقول هذا متفق عليه وفيه فائدة وصحيح. يا ليتني كنت موجودا. وينفعل وأنا أخشى أن أفقد زوجي، شنو الحل؟ يقول قال النبي ارضعيه حتى تحرمي عليه. أبو 20 سنة يقعد يرتضع له امرأة. هذا علم، ونظريات أهل البيت خرافة. الكنغر طالع لي بداية المقطع اللي تشكل على أن الإمام الحسين كيف يرضع من إبهام رسول الله. يلا عالج لي الموقف، عالج لي الوضعية. أمك عائشة طلعت ترضع للزلم، ودينكم كله ماخذينه من عائشة، كل رواياتكم أغلبها من عائشة. إذا الآغا مالتكم الباشا ترضع الزلم أعمارهم عشرينات و19 سنة وفوق العشرينات، شنو طلع دينكم؟ خرطي. ولا تنكر تقول هاي الروايات ضعيفة، لا، من أصح كتبكم.
إذا مو صحيحة، لأن بكتاب صحيح مسلم البخاري دينكم كله خرط، لأن دينكم ماخذين من هاي الكتب واللي صحيح مسلم وصحيح البخاري. تعالوا بعد، تعالوا يا ناس، تعالوا إخواني المعتدلين من أهل السنة يدكم يشاهدون، تعالوا شوفوا فتاويهم شلون على الرضاع الكبير، ونشوف رأي الشارع والجمهور. تعالوا إلى فتاوي الإمام ابن باز، يعتبر من كبارية المفتين الوهابية. حكم إرضاع الرجل الكبير للضرورة. الجواب الصواب إنه لا يقع إرضاع الكبير، لا يحصل به تحريم، وهذا ممن قاله أهل العلم. إذا السالفة عندهم متفقين عليه. جريدة تقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن يرضعن السائق والطباخ والسفرجي اللي يحرموا عليهن. ملخصها إن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها، ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولاد. الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول أعمل فيهم إيه؟ سواقين وزملاء ومصورين، أعمل إيه؟ اعملي ايه؟ اعملي اللي في الجرنان. بس مش مقتنع. هو معلش ازاي يعني؟ لا ما ينفعش، على اهل بيتك مفيش حد يقبلك. ده واحد كبير يعني لا طبعا الرسول ما قالش كده يعني. لا ده مش دين. لا يعني انا ما ده كلام ما يدخلش العقل خالص، يعني ما يتقالش.